اروح مكان وبعدين المكان ما اسعاش مانا بعد كده يبقى كنيسه، لان هو ده الصح دايما. الناس بعدين الناس تعمل كنيسه، مش الكنيسه بعدين الكنيسه تجيب ناس. الصح دايما كذا يعني، حتى كتابيا وحتى تاريخيا الناس هي اللي بتتجمع، ولما بتتجمع مع بعض بعد كده ربنا بيوجد لهم المكان ويوسع. فكل ما الاعداد بتاعتكم تزيد والمكان يضيق عليكم بالتاكيد الرب هينقلكم الى الحلم اللي انتم بتحلموه وهيوديكم للكنيسه. ده شيء طبيعي جدا. يعني ده اللي فانا بفرح ان ربنا يديني فرصه يعني هنا، وبعد كده كام سنه لو الرب ادانا عمر او لو المسيح تأنى في مجيئه يبقى نخدم معاكم في الكنيسه. قولوا امين. تبقى لما يبقى عددكم كبير قوي الكنيسه كمان اديها لكم ربنا هتبقى كبيره. امين. مع حضراتكم فكره بسيطه وهنصلي، لانه ما كانش الكتاب يخلينا نصلي الا يخلينا نصلي. احنا الكتاب بيقود فكرنا للي احنا المفروض نصلي له. القصه جميله مكتوبه او حدث اللي حصل في سفر الملوك الثاني والاصحاح السادس. ملوك الثاني والاصحاح السادس من الاول العدد الاول. وقال بنو الانبياء لأليشع هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه امامك ضيق، نفس الظروف بتاعتنا يعني علينا، فلنذهب الى الاردن وناخذ من هناك كل واحد خشبه ونعمل لانفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهبوا. فقال واحد اقبل واذهب مع عبيدك. فقال اني اذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا الى الاردن قطعوا خشبه، واذ كان واحد يقطع خشبه وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال يا سيدي لانه عاريه. هنفهم الكلام ده لما نحكي مع بعض. فقال رجل الله اين سقط؟ فأراه الموضع، فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد. فقال ارفعه لنفسك، فمد يده وأخذه. خلينا نصلي. يا رب احنا من كل قلب بنشكرك من أجل أي تجمع أنت فيه. أحلى حاجة تكون وسطينا، عشان كده تعالى كلمنا، كلم دول ولادك أنت، تعالى كلم ولادك بكلمتك عشان خاطر ابنك وحيدك الرب يسوع. آمين آمين. لازم ده بيعمل لي قلق. انت سجلت الترنيم ماشي، لازم يعني. القصة موضع بنو الأنبياء دول زي كلية اللاهوت، يعني زي فصل اللاهوت يعني. فبنو الأنبياء راحوا للنبي أليشع، قالوا له المكان ضيق عايزين نوسع. فكرة جميلة، الاتساع شيء جميل، ان المكان ان احنا نوسع، دي فكرة يعني روحيا صح، عاوزين نوسع المكان. قال لهم ماشي. واحد فيهم قال له بص انا ما نروحش غير انت لازم تكون معانا. معنى لطيف جدا ان اذا كان النبي هو مصدر توصيل كلمة الله من فوق لتحت، فاحنا مش عاوزين نروح اي مكان من غير ما يكون عندنا كلمة الله. لازم تعالى وسطينا، ما ينفعش. النبي هو توصيل الكلمة من فوق لتحت. بنعرف ان العهد القديم كان فيه رسالتين اساسيتين، نبي من فوق لتحت، وكاهن بياخد صلوات الناس من تحت لفوق، لان ما فيش واحد يقدر يصلي ربنا، فكان لازم يحتاج الى كاهن يصلي له طلع لفوق. النبي ياخد كلام من فوق وينزله تحت، لان السكه كانت مقطوعه بين السماء والارض، فلازم وجود النبي ولازم وجود الكاهن. عشان كده احنا في عهدنا الجديد عندنا النبي بتاعنا والكاهن بتاعنا واحد بس، مفيش غيره. هو اللي جاب لنا الكلام من فوق لتحت، هو اللي بياخدنا من تحت لفين؟ لفوق. رب المجد يسوع المسيح، النبي والكاهن والملك. على اي حال النبي لازم تيجي معانا. قال لهم اجي معاكم. راح معاهم، كل واحد كان مسك بلطه فيها عشان يقطع. بالمناسبه البلطه هي اللي جاي منها التعبير بلطجي، وبما ان احنا بنعيش في الزمن التعبير بلطجه والبلطجيه. ودول كان ناس يتقدموا الجيوش كل واحد مع بلطه، علشان الجيوش بتاعت ساعات في حتت كده
الشجر، فكان البلطجيه يقطعوا الشجر عشان يجوا يشتغلوا. بعد كده بقت بلطجه بقى ماسك البلطه يضرب بيها الناس. فدي يعني معلومه علميه. كل واحد خد بلطه وراحوا يشتغلوا يقطعوا خشب عشان بعد كده يستخدموا الخشب ويوسعوا المكان اللي هم مقيمين فيه. ابتدوا يشتغلوا، ابتدوا يقطعوا خشب، كل واحد يضرب بالبلطه بتاعته يطلع يروح يقطع خشب. فجأة واحد صرخ. أنا بحب الناس دي، الناس اللي تعرف تفهم، اللي فاهمة روحها كويس. قام شاف كده صرخ، واحد صرخ. بعدين بنعرف ان الراس بتاعت البلطة طارت ونزلت في المية، لكن هو بيقطع كده والناس كلها شغالة. واحد صرخ، ايه اللي خلاه عرف ان ايه اللي خلاه انه عرف انه البلطة طار راسها؟ ها؟ ماله؟ هو شغال. حس ايه اللي حصل؟ عارف ازاي؟ نعم؟ مفيش حاجة واقعة، عمال يعمل كده ومفيش حاجة بتقع. حاجة تاني. نعم؟ خفيف شغل خفيف، ايدي خفت، مفيش ناتج. منين يعمل كده؟ مفيش ناتج، فصرخ. الموضوع الصرخ ده الموضوع بتاع الصلاة بتاعنا. عمالين نروح كنايس، عمالين نصلي ومفيش ناتج. كلنا بنعمل كده، ولان كل اللي حوالينا بيعمل كده فكلنا بنعمل كده. في حاجه الشغل بيه خفيف، اسهل حاجه التعود، واسهل حاجه هو ممارسه الاشكال الدينيه. سهل جدا، محدش واخد باله. ادينا جايين، رايحين فين؟ رايحين الكنيسه. جايين منين؟ جايين من الكنيسه. رايحين فين؟ رايحين اجتماع صلاه. جايين منين؟ جايين اجتماع صلاه. طب ايه النتيجه؟ مش مشكله، كلنا بنعمل كده. بس واحد بس صرخ، قال يا سيد لانها عاريه. عاريه يعني انا مستعيرها، لا مش بتاعتي. البلطه دي مش بتاعتي، مش بتاعتي، حياتي دي مش بتاعتي. الشغل ده في بيت الرب، والشغل عشان خاطر بيت الرب، والشغل في خدمه الرب مش بتاعتي. لا اجتماع اعدادي بتاعي، ولا اجتماع ثانوي بتاعي، ولا الوعظ بتاعي، ولا اي حاجه بتاع. ده مش بتاعي، دي مش بتاعتي. انا مسؤول، انا نايب عن الهي فيها، انا مش بتاعتي. عشان كده هو صرخ، احساسه بالمسؤوليه ان دي مش حاجته، فصرخ يا سيد اني انها عاريه. ده ربنا مستأمنني على العيلين. انت عارفين العيلين، عارف انا شايف اخ كده داخل بيبي صنون او عارف، ده رب بركه كبيره، ربنا يبارك لك فيه. بس دول مش بتاعك، ده ربنا مأتمنك عليه. شويه العيال الصغيرين دول اللي بره دول، اللي بيلعبوا دول مش بتوعكم، ربنا مستأمنكم عليهم. وانا بغرس فيه قيم، وانا بغرس فيه تعليم، وانا عارف ان انا بجهزه ان يكون ابن للملكوت، لان ربنا مديهولك مأتمنك عليه. هذا ساتر ابني، عيالي، فصلي، المدرسه بتاعتي، مجموعتي، شلتي اطلاقا. هذه عاريه انت مستلفها، او الرب مستأمنك عليها في شغله بتاع الملكوت. قال له يا سيد لانها عاريه مستلفها. بس انا عاجبني، توقف على الحركه الروتينيه التي ليس لها معنى. انا بتصور ان احنا كنا امناء مع الرب لابد ان نتوقف عن اي حركه روتينيه بلا ناتج. عمالين نشتغل طول النهار مفيش حاجه، نعمل مؤتمرات ناتج ضعيف، نعمل امور كلها ناتج ضعيف. احساس المسؤوليه عندنا ضعيف جدا، الزمن احساسه ضعيف جدا، النفوس ضعيفه جدا. ده شغلي،
يا سيد لأنها عارية. فقال له حاجة لذيذة قوي، قال له فين سقطت الحتة الحديد الأهم حاجة في البلطة، أو لو في فاس أو بلطة أهم جزء فيه جزء الحديد، فين سقطت قوتك؟ فين سقط تأثيرك؟ فين أهم حاجة في حياتك وقعت فين؟ صرخ واعترف إن هو مش بتاعته، وإن هو نايب عن هذا الأمر، كأنه أيضا عارف هي وقعت فين. وصدقوني كل واحد عارف فين الحتة اللي هو وقع فيها. لما يقول كده الملاك بتاع كنيسة أفسس: عندي عليك أنك قد تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقط. كلها بيني وبينك من ساعة ما اشتغلت الشغلانة دي وأنا الدنيا عندي بايظة. بيني وبينك من ساعة ما صاحبت فلان الفلاني والعلاقة والدنيا عندي بايظة. بيني وبينك من ساعة ما زميلتي في الشغل بقت تكلمني بطريقة مش كويسة. من ساعة كل واحد عارف بالظبط فين. بس احنا ما بنتوقفش عن الشغل، في حين ان احنا بلا قوة. فين وقعت؟ يبقى اصرخ، اتوقف، اقول له يا رب مرة تاني انت حاجتك، انت دي مسؤوليتي. من ساعة ما اشتركت في الموضوع الفلاني بتاع الفلوس ده وانا كده. كل واحد عارف فين. ان كنت امين، ما هو ممكن تقضي طول عمرك كده يعني يعدي علينا العمر كله. في ناس انا شفت حد ماسك في فصول مدارس احد، حد بيشتغل في مدارس احد 45 سنه بيشتغل في مدارس احد. هل انه فعلا تثقيل يعني سنه 83 سنه مش راضيه تسيب الفصل؟ ايزي، ما الحديده وقعت، عمليه خفيفه. ما الشيطان انا احكي لهم حكايه جوليات الجبار، هي حكايه يعني جوليات ضخم كده وقعد وضرب بالزلطه وبتاع وخرجت قلت له يجي 6 امتار وخلصت. هي حكايه عمليه خفيفه فيهاش مسؤوليه. من امتى سقط؟ فين الحته؟ قالوا انتوا عارفين طبعا لو حته حديد تقع في الميه مفيش اثر، ما تبانش تقع، ما تعملش اي حاجه. يعني مش زي ما حته حاجه تقع على هنا هنقدر نقول دي وقعت عليه هنا، لان ده صلب على صلب. لو وقعت على طين هنقول على الطين، لكن في الميه لما حته حاجه مفيش اثر. وفي ناس كتيره كده قوتها راحت في حته ومحدش دريان ومحدش شايف، بس هو الوحيد اللي عارف. قال له فين سقطت؟ قال له هنا. لكن في قسيس عنده نهضه كبيره في كنيسته، وبعدين فجاه الكنيسه بتعمل كده تك 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 تنزل تدهور روحيه. انا جالي واحد خادم اكبر منه وفي لحظه امانه وقعد يحكي معاه. كان مره في سفريه من السفريات، وبعدين اتعرف على حد معين اهي من هنا كنيسه نزلت فين طبيعي جدا نقطه معينه. قال له يجي يعمل حاجه عجيبه جدا، يجيب حته غابه من الغاب كده، حته قش عكس كل حاجه يعني، حتى قش يحطها. المعنى هنا لذيذ قوي يعني. المعنى يحط حته قش كده ومن الحديد يطفو ويشيلها على الاشياء كده ويديها له كده، خد ركبها مكانها. المعنى لذيذ جدا، ان لغايه ما تتفق مع روح الله، اذا افترضنا او يعني زي ما يكون النبي هو رمز للحضور الالهي، لغايه لما تتفق مع ربنا على فين الحته وتشاور بصبعك، بعد كده كله سهل. قبل كده بنكذب كذب وبنعيش في الكذب ونماطل ونخبي ونعمل 100,000 حاجة ونضحك على الناس ونعمل خناقات في المكان اللي احنا بنخدم فيه ونقسم المجموعة، وهي قصة ان البلطة وقعت راسها.
قبل لغايه لما نتفق لغايه لما اروح الله يقول لي انت، تقول له انا ما عنديش، انا مش لاقي ناتج، انا ضعيف، انا خدمتي بلا معنى، ولغايه لما يقول لك فين تقول له ها، لغايه لما نوصل لكده. ها، ده الجزء الصعب جدا. الجزء السهل جدا بعد كده الحل سهل جدا من الروح. الله طلع لك ما دام اعترفت وعارف منين سقطت، سهل جدا. اجمل ما في ايماننا المسيحي ان احنا عندنا حل. عمر ما الايمان المسيحي يوصل الانسان الى حيطه سد اطلاقا. عندنا حل لاشر الاشرار، وعندنا حل لاكثر الناس يعني خطيه في العالم. عندنا حل، لانه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويعمل ايه؟ ويطهرنا من كل اسم. في حل. اجمل حاجه في ايماننا المسيحي في حل، لكن ما فيش حل للتبرير وللكذب وللوم وللخداع وللانكار. طول ما انت عايش في كل هذه الامور ما فيش حل. اول ما تصل مع الروح القدس على ان يا سيد حياتي ملهاش معنى ووقعت هنا اهو، الحل سهل. على عود صغير بيرجع لك تاني الاول ويستردك مره اخرى. بحب قوي ايماننا. من اجمل حاجات في الايمان بتاعنا هو ايمان الاسترداد. ما عندناش واحد مفقود بلا امل. واحد زي شاول مفقود بلا امل، لا يقدر يجيبه. اقول لكم حاجه تانية اخطر من كده، ان واحد زي بطرس الرسول قبل ما الرب يسوع يروح على الصليب يقول له هتنكرني 3 مرات. يقول له انت هتنكرني 3 مرات. سمعان هو الشيطان طلبكم كي يغربلكم كالحنطه، لكني طلبت من اجلك كي لا يفنى ايمانك، واما انت فمتى رجعت. يعني ايه؟ يعني انا مستنيك، يعني انا هستردك. في استرداد، بس ما ينفعش الاسترداد على التعتيم، على قطعه الحديد في الميه. ما ينفعش. لازم ونتفق انا وروح القدس مع بعض. حصبعنا مع بعض كده. الحته دي، العلاقه الغلط، الافكار الغلط، الحتت، العادات الغلط، الامور الغلط، نحط صبعنا مع بعض عليه. حل سهل جدا وفي حل. قالوا خدها وركبها لروحك. ياخدها ويركبها لروح. عنده حاجتين بعد ما يركبها: كمل شغل، بس الشغل المره دي يعمل ايه؟ يجيب ثمر. بعدين لما يرجعها للسيد بتاعها، السيد يقول له: نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. هي دي القصه ايها الاحباء. انا بحب قوي اجتماعات الصلاه اكتر من بحب انها تبقى كده، يعني ما يبقاش واحد فوق، لان انا زيكم بالظبط. يعني انا زيكم بالظبط، مرات كثيره شغال، مؤتمرات رايح جاي، سفريات رايح جاي، مفيش سمع. برضه محتاج اقول له ربنا اهي انا برضه عندي حته. ولما يوريها ولما نتفق انا وهو يطلع حالي نركب بس مش نتكلم. بس خلاص مش هتكلم تاني. يبقى دلوقتي هنصلي ازاي؟ واحد اللي حاسس فيكم حياته روتينيه بلا معنى وبلا ناتج، حياته الخدميه ملهاش طعم، فالشجر بينزل فاش اي انتاج، يصرخ يقول يا سيد سنين طويله ملهاش معنى. ياخدك للخطوه اللي بعد كده، يقول لك انت عارف انت بتعمل ايه؟ تقول له انا عارف، دي مسؤوليتي امامك، انا دي مسؤوليه، انت مديني مسؤوليه. زي ما يقول كده في رساله كولوسي الاصحاح الاخير في الاخر كده: قولوا الارخبوس انظر الى الخدمه التي قبلتها من الرب لكي تتممها. الخدمه دي مش بتاعتك، دي قبلتها من الرب، دي بتاعت الرب. قولوا كده يا مسؤوليه. نرجع تاني، اصرخ، حس بالمسؤوليه. 3 تعالى وريني، تعالى معايا كده نمشي خطوه خطوه. اهي اي محاوله تانيه يبقى
هنمشي من هنا وهنيجي الجمعه الجايه نعمل ايه؟ نعمل كده على الفاضي، او نيجي على طول نفضل سنين طويله نعمل كده. لكن تعالوا نصلي بقى كده بالبساطه دي، ها؟ نصرخ حياتنا فيش ثمر. الناس اللي حوالي اليومين دول اللي بيحصل في بلادنا خطير جدا جدا، بس الناس اللي حوالينا يا عيني اللي هم حاليا في عذاب حقيقي بيدوروا على حد يقول لهم الحق. خلي بالكم احنا زمان كانوا بيعلمونا زي نطلع نكرز مش عارف ايه. دلوقتي الامر مش كده خالص. الناس بتيجي تقول لك اعمل معروف، انا تعبان ومش فاهم وقلقان ومش مرتاح ومش مطمن، فمن فضلك قول لي. بس لا يمكن يجي الواحد في حياته فيها حاجه. دايما بيحبوا يشوفوا الحياه اللي فيها شيء ايجابي حقيقي وبيتساءل. اختبارات بتحاربنا اللي جايين للايمان من الخلفيات الاخرى دايما في شخصيه ما تاثروا بها. امانه ما، زي اليافطه اللي محطوطه على كنيسه ماري جرجس في اسيوط، نحن نغفر، الكنيسه المحروقه، خلي الناس لما تعدي تعيط. في حاجه حقيقيه، الناس عاوزه تدور على حاجه حقيقيه. واحنا عايزين المرحله القادمه يبقى عندنا ثمر. مين يقول امين؟ عايزين ثمر بقى، بس ما تنساش ان الثمر له علاقه بالحياه الشخصيه. نتفق مع الرب كده ان الايام بتجري بينا واحنا بنشتغل شغلانه كده، لا عايزين حاجه حقيقيه. ها؟ نصلي مع بعض؟ خلينا نصلي بقى مع بعض. محتاجين الى عملك فينا. بنعترف بالفشل سيدنا الرب. بنعترف ان احنا فاشلين يا رب. يا سيد، يا سيد، حياتنا روتينية عادية بلا ثمر، حياتنا فقدت القوة يا رب. يا رب يا رب، ألا تعود أنت فتحيينا؟ تعال رجعنا ليك يا رب تاني مرة أخرى. تعبنا من التمثيل بعضنا على بعض، تعبنا من حياة شكلية ليس لها قوة تأثير في المجتمع. يا رب العدد اللي جاي فيه أولادك وبناتك في هذا المكان يكفي مش لتغيير الغردقة بس، ده لتغيير البحر الأحمر كله. عشان كده سيدنا الرب احنا بنعترف كلنا، وانا بعترف امامك ايضا، بان التكرار والتمثيل والاداء المظهري مالي حياتي. تعال يا رب غيرنا من فضلك، تعال غيرنا. تعال شاور لكل واحد فينا اين سقط. خلي عندنا الشجاعة، بدل ما كنت بتقول تبعت لكل واحد نبي زي ناسان لداود ويحكي حكاية طويلة عشان في الآخر يقول أنت هو الرجل. قال يا رب تعالى بكتني على لحظة السقوط اللي أنا سقطت فيه. إن كان بعد وأنا تايه في الدنيا ورا الفلوس، إن كان شهوة امتلاك، إن شهوة علاقات زائفة، مفاهيم خاطئة، عدم غفران، ربما عدم غفران لأخويا أو أختي مخليني نازل، كان صراع مادي على ميراث وقضايا وشكاية نشتكي فيها بعض. يا رب مدينا سلطان ان احنا نشاور لك على الحتة اللي احنا ضعفنا فيها علشان تغيرنا مرة اخرى وتعيد لنا الرأس الاساسي اللي تشتغل يا سيدنا الرب. كم من الاسر ممزقة على بيت ولا على شقة ولا على فدانين طين، كم من الاسر سيدنا ممزقة بالكامل على ميراث هايف، على بضعة آلاف من الجنيهات، أسر متمزقة بالكامل والناس كلها نازلة لتحت. يا رب ادينا السلطان ان احنا نعترف ان دي نقطة السقوط. يا رب ان كان ارتباط بأعمال غير نقية، ان كان ارتباط بأشغال وأحمال وشغل زيادة ياخد وقتنا ويخلينا
بلا قوة. يا رب من فضلك إن كان جوانا غيرة من شخص ما، غيرة من بيت ما، غيرة من ممتلكات ما عند حد تاني، والغيرة دفعاني ان انا اشتغل بعنف وبقوة وفي نفس الوقت بخدم فمش شايف ثمر. ان كانت الغيرة هي السخطة يا رب ادينا قوة ان احنا نعترف معاك النهاردة ان دي النقطة، واحنا عارفين ان الحل عندك سهل. بنجيلك يا رب علشان تجدد حياتنا وتغير حياتنا وتستخدمنا. هنا يا رب، هنا في الحتة دي يا رب في ناس ربما تكون مستعبدة لأمور غير نقية. هنا 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 يا رب، هنا هنا يا رب، هنا ضعف، هنا بداية الحركة بلا قوة. هنا يا رب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعدل. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. تعالى يا رب اغسلنا من جديد، مش عشان احنا مؤمنين فاحنا لا نحتاج إلى توبة. اغسلنا يا رب وطهرنا وجدد روحك فينا. اغسلنا يا رب، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا. طهرنا يا رب، طهرنا من جديد. هي دي مش بس هي دي النهضة يا رب، مش النهضة ان الخاطئ يعرفك، لكن ايضا ان احنا طهرنا يا رب، طهرنا. اعمل عملك فينا. بنتوب قدامك، بنتوب قدامك يا رب، بنتوب قدامك عن الايام اللي كانها الجراد. نفس الكلمات الترنيمة دي هي اللي احنا بنصلي دلوقتي. اطلب الشفاء من نقطة السقوط، والأمر بسيط، عود صغير يلمسك بيه. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، أنت الإله. أنا عندي ما تشفيني الله، لو هلمس دوبك ده أنت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ده أنت الإله. أنا عندي ما تشفيني الآن، لو هلمس دوبك ده أنت الحنان. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من شهوة ومن خطية، اشفيني محتاج لك يا غالية. اشفيني 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 من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا غالية. اشفيني 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 جايلك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب. بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع
دي طلبة قلبك النهاردة بصدق، ان الرب يشفيك. الرب بيستمع وبيستجيب، وهو جاد جدا، وهو كان يقول يصنع خيرا ويشفي. يمكن دايما بنتأثر بالشفاء المرضي، لكن ايضا شفاء النفس من الجروح اللي عملتها الخطية امر مهم جدا، وده اللي بيعمله رب المجد. يقدر يشفي نفسك زي ما بيشفي جسدك، يشفي نفسك من جروح الخطية، ويديك انك تتحرك بقوة من جديد، ويرجع لك رأس الفاس علشان تشتغل في كرمه، لانه بيحب يستردك. هو مش عاوز يتخلص منك، هو بيحب يستردك، فبيجيبك في لقاء زي كده بسيط جدا عشان يستردك مرة أخرى لكلمته وخدمتك اللي بتقوم بيها في خدمته. فأقول له أنا بشكرك لأن عملك تام وكامل، وتستطيع أن تشفيني من كل أسوأ ومن كل خطية زي ما كنا برنا. إلهنا جاد يأخذ كلماتنا بمحمل الجد وبينفذ. إن كان من قلبك فعلا بتطلب هذه الطلبات ينفذها. قول يا رب أنا واثق في عملك النهاردة. يا رب أنا واثق في عملك النهاردة، أنا واثق إنك النهاردة بتتعامل معي بمنطق جديد وبأسلوب جديد. أنا واثق. صلي قول له أنا واثق في عملك النهاردة. أنت اللي خلتني أشاور بصباعي مع الروح القدس على فين، إمتى، إزاي، وأنت يا رب بتغير. إحنا بنشكرك. دايما بتتطلع مش إلى الماضي. أنت مش بتقف لي على الغلطة بتاعت امبارح. أنت عاوزني النهاردة أتحرر وبكرة أنطلق. أنت دايما إيجابي. أنت تنظر إلى الأمام لا تنظر إلى الخلف. أنت عاوز تغير ولادك إلى تلك الصورة عينها. أنت ما بتقفش عند التحطم أو عند الفشل أو عند الإحباط. مكتوب عنك أنك لم تعطنا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح. وإحنا بنشكرك من أجل الخطوة القادمة لحياة كل واحد فينا، إنك هتستخدم كل واحد فينا ببركات محدش يقدر يتخيلها، وإنك هتغير الماضي إلى حاضر وإلى مستقبل زاهر في اسمك وفي خدمتك. فبنشكرك من أجل إنك إله إيجابي دائما تتطلع إلى الأمام. بننتظرك بثقة وبيقين في إيمان ومستقبل. مش هنقعد نبكي ونطلع نعيط على اللي فات، لكن بنتطلع بالإيمان لعملك في كل واحد وكل واحدة في هذا المكان. بصلي بركة خاصة للأولاد الصغيرين
والشباب اللي في اعدادي وفي ثانوي، اولاد الناس دي سيدنا الرب، واللي في جامعه، حمايه خاصه في هذا البلد والمناخ اللي هنا، حمايه خاصه للاولاد دي وللاجيال دي علشان تكبر في مخافتك. المستقبل كله يبقى ملكك، مستقبل الولاد دي، مستقبل هذه العائلات، في اسم الرب يسوع الذي احبنا والذي اسلم نفسه لاجلنا نصلي ولك الاكرام وكل الحمد. امين امين.